يا شباب ايه الاخبار؟ خلوني اقول لكم سريعا واخش في الموضوع، اتكلم عن كورس الفي اف اكس وليه الكورس ده احسن كورس ممكن تاخدوه، لان هو ملوش علاقه بالفي اف اكس بس، هو له علاقه بالفي اف اكس وله علاقه بحاجات كتيره جدا انتوا بتواجهوا فيها مشكله، وده بناء عن خبرتنا في الموضوع ده وعن كلامنا مع ناس كتير عشان نشوف ايه يا جماعه المشاكل اللي بتخلي الناس دي ما توصلش لهدفها. فالكورس ده مش مجرد كورس في اف اكس، هو الكورس ده فيه حاجات كتيره جدا، منها ان احنا بنحل لك مشكله التسويف، منها ان احنا بنحل لك مشكله ان انت عايز تكبر السوشيال ميديا بتاعتك، منها ان احنا بنحل مشكله ان انت مفيش فيديوهات تتمرن عليها في الفي اف اكس، ومنها حته ان في وين وين، انا هخليك تكسب بمعنى الكلمه في الكورس ده. بس قبل ما اخش في الحاجات دي كلها انا عايز اعدي معاك واحده واحده على تفاصيل الكورس واقول لك ايه الحاجات اللي هتنزل قدام، وبعدها ارجع لاهم نقطه دي. ولكن قبل ما اخش فيها انا عايز اتكلم في جزئيه الوين وين سيتويشن دي، لان دي مهمه جدا جدا جدا. على مدار رحلتنا في الفتره اللي فاتت كلها في الكورس اللي قبل كده، لقينا ناس كتيره جدا بتشكرنا على الفيسبوك وبتشكرنا في كل حته، وناس بتيجي تقول لنا ان هو جه وجاب 3 اصحابه يشتركوا وحاجات كده كويسه جدا. فقلنا طب ليه ما نخليش الناس وهي بتشترك في كورس الفي اف اكس اول ما يخشوا يبقى معاهم لينك، اللينك ده بيبقى معاك، اللينك بتاعك ده فيه 20% نسبة بتاخدها لو حد اشترى من عندك. دي أول حاجة احنا عملناها عشان نضمن إن احنا بنشكرك بطريقة ما أو بأخرى، إن أنت عشان رشحتنا لصاحبك أو أنت رشحتينا لصاحبتك أنت بتاخدي 20% على طول. طيب عشان تبقوا عارفين سعر الكورس 5000 جنيه، تمام؟ لو أنت عرفت إن أنت تدخل صاحبك باللينك بتاعك اللي أنت بتاخده أول ما بتخش، أنت على طول بتاخد 1000 جنيه في حسابك في البنك على طول بيخش، او في الاكونت بتاعك على طول بيخش. فدي الجزئيه اللي هي بتاعت الوين وين سيتويشن، عشان نضمن ان احنا بنشكر الناس بطريقه تبقى شفافيه جدا وتبقى كويسه جدا. طيب خلينا نخش في النقطه اللي بعدها. لو جينا هنا كده دلوقتي في الليفلز، طبعا في الفي اف اكس يا شباب في ناس عندها مشكله كبيره جدا في الفي اف اكس، وهي ان هو ايه الفرق بين الفي اف اكس والسي جي اي. ودي اول حاجه انا بتكلم فيها في الكورس، ان انا ببدا ان انا اخليك كده تفهم الدنيا واحنا بنعمل ايه، وايه الحاجه اللي هتنقلك في اتجاه تاني خالص، وايه الفي اف اكس ده اصلا، وليه نتعلمه، وايه الاهداف اللي الناس بتتعلم عشانها. طيب تاني حاجه احنا بنخش بالتفصيل في برنامج اسمه اف سباي. اللي فيكم حاول ان هو يتعلم في اف اكس قبل كده هيبقى عارف كويس جدا اف سباي، وهيبقى عارف كويس جدا ان على اليوتيوب الناس ما بتشرحش اف سباي كويس، الناس مش بتشرح تعمل كده ليه. انا في الكورس على طول بحاول ان انا اخليك تفهم، مش تبقى حافظ او تمشي ورايا وتدوس نفس اللي انا بدوسه، لا انا عايزك تفهم انا بعمل ده ليه والعلم ورا الموضوع ده. بنتكلم عن اف سباي بالتفصيل. والفكره كلها بقى في الكورس بتاعنا ان في كل لايف سيشن احنا بنحضرها، طبعا الكورس كله ريكوردد يعني كله مسجل، ولكن لما بنخش لايف سيشن مع بعض بسمع مشاكل الناس. فحد يقول لي مثلا سيف انا مشيت ورا الليفل اللي هو 2 بتاع اف سباي وواجهني مشكله انت ما اتكلمتش عنها. ببدا اجمع المشاكل دي كلها وبزود في الكورس، وبسمي هنا مثلا ده كان اخر حاجه 2.10 ليفل 2 تاسك، ده كان اخر حاجه. وبعدها رحت مزود تاني اف سباي كومن ميستيك 01، اف سباي كومن ميستيك 02 و03 و04، دي مشاكل واجهت الناس عشان لو واجهتك انت كمان. فخليك عارف ان الكورس ده انا سجلته، ولكن انتوا جزء كبير جدا من الرحله، لان انتوا بتخلوني اشوف مشاكل انتوا عديتوا بيها انا ما عدتش بيها، فبروح مسجلها عشان اللي بعديكوا يستفادوا وانتوا كمان تستفادوا. فدي جزئيه مهمه جدا. طيب خليك عارف ان كل ليفل برضو بيبقى فيه تاسك، فيه واجب المفروض تعمله. لما نخش على ليفل 3، ده اول ليفل بنبدا نعمل فيه الكلاسيك شوت بتاعنا، الحاجه اللي هي بتاعت التراكنج، ان احنا بنحط ورقه وبنعلم عليها اكس، وبنبدا ان احنا نفهم ايه هو التراكنج، وازاي نحط حاجه على الورقه بتاعتنا تبقى خياليه بس تبان ان هي واقعيه بشكل ما او باخر. بنبدا نتكلم في الحاجات دي كلها. طيب الليفل الرابع بقى هو الليفل الوحش، الليفل اللي هو المجنون. الليفل ده عباره عن ساعتين بيتكلم عن التراكنج فقط. انا بتكلم معاك عن التراكنج وازاي تواجه المشاكل بتاعه التراكنج في 4 مشاهد مختلفين، 4 مشاهد بيتصوروا بطريقه مختلفه، في 2 بالعرض و2 بالطول، وحرفيا كل واحد فيهم هدف الليفل ده اني اقع في مشاكل واحلها، عشان بعد كده يبقى عندك القدره ان انت تعمل تراكنج لاي مشهد انت عايزه. تمام؟ مش عايز افضل اوريكم عشان ما احرقلكوش كل حاجه، ولكن الليفل ده حرفيا ده الليفل اللي هيخليك تعمل تراكنج على بلندر فقط. ويا شباب عشان الناس اللي بتسأل، احنا بنعمل تراكنج على بلندر فقط. تمام؟ الليفل اللي بعده بنبدأ ان احنا نعمل شوت مشهور جدا برضو لذيذ، اللي هو بتاع الدونت. بنبدأ ان احنا نشتغل عليه ونعمل الدونت، ولكن خليك عارف ان الشوت ده برضو التراكنج بتاعه صعب جدا، وفي مشاكل غريبة جدا ان انت ممكن تلاقي الكاميرا بتتعوج، حاجات كده يعني. طيب اللي بعده البروجكت اللي بعده بروجكت كمان كامل، بنبدأ ان احنا نتكلم عن المشهد ده
اللي انت شايفه ده، التصوير ده، وازاي نطلع الاوبجكت ده من المبنى ونخليه ينزل كده على الارض. طيب الحلو بقى في الليفل ده ان انا بخش معاك في كل حاجه، وبنعمل موديلنج للوجو ده كمان، وبنتكلم ازاي نفكر فيه صح ونعمل الموديل والكلام ده كله. ولكن في معظم كورسات الانيميشن هتلاقي ان هم وقت، او معظم كورسات الفي اف اكس هتلاقي ان هم وقت الانيميشن ما بيشرحوش انيميشن، بيقول لك دوس هنا دوس هنا مش عارف ايه. انا في نص الليفل ده في الفيديو ده عباره عن، لو جينا هنا كده ديتيلز، عباره عن 48 دقيقه كاملين بشرح انيميشن فقط، تمام، عشان يعلمك ازاي تقدر ان انت تعمل انيميشن حرفيا. وبعدها برجع تاني للفيديو بتاعي وبقول لك خلاص بناء على الانيميشن اللي انت اتعلمته ده، تعالى نبدا ان احنا نعمل انيميشن بقى هنا، وببدا ان انا اكمل الانيميشن بتاعي بالتفصيل برضو هنا. فدي جزئيه مهمه جدا في الكورس بالنسبه لي، ان انا عايز اعلمك انيميشن لان هو هيخدمك في كل حاجه بعد كده. لما نيجي نرجع هنلاقي الليفل اللي بعده اللي هو ليفل 7، بنبدا ان احنا نتكلم على المشهد ده، ان احنا نعمل الشكل اللي انا عايز اوريهولك دلوقتي ده. خليني اوريهولك هنا كده، تمام. هنا المشهد اللي انت شايفه ده، ان احنا نصور المبنى ده ونحط عليه الفلامينجو ده وهو طاير كده، وبنبدا نتكلم عن ازاي نخليه يتنفخ والكلام ده كله، تمام. وطبعا التراكنج برضو بتاع المشهد ده صعب، كل التراكنج يا شباب اللي انا حاطه في الكورس تراكنج صعب. طيب وبعدها بنبدا ان احنا نخش في الليفل اللي بعده اللي هو ليفل 8، اللي هو متقسم جزئين. جزء ان احنا نصور المشهد ده، تمام، اللي هو دبي فريم، ونبدا ان احنا نشوف ازاي هنعمل ماتشنج للاضاءه دي، لان الاضاءه دي صعبه لان الدنيا مغيمه، ونطلعها ان هي تبقى واقعيه زي ما انت شايف كده. وبعدها بنفس المكان بالظبط نبدا نتكلم عن الكلوس سيميوليشن، عشان نخش فيه بالتفاصيل، اتكلم عن الكلوس سيميوليشن بالتفصيل، افهمك يعني ايه كلوس سيميوليشن وايه المشاكل اللي انت ممكن تواجهها، كل حاجه. وبعدها نبدا نطبق اللي احنا اتعلمناه في المشهد بتاعنا، تمام، عشان نطلع مشهد تاني خالص من نفس التراكنج اللي احنا عملناه. وخليني برضو اوري لك هنا كده، فين انا بقلب في الفيديوهات عشان تبقى متخيل. خليني اوري لك الفيديو عامل ازاي، الريندر النهائي. في اخر الفيديو هتقدر ان انت تطلع حاجه زي كده، وتقدر ان انت تبقى فاهمها كويس جدا، وتفهم ازاي تطلع الحاجه شكلها رياليستيك كده كاضاءه. وبعديها هتلاقي في ليفل اللي بعده هتلاقي ان احنا بنتكلم فين، احنا بنتكلم عن ازاي ان احنا نعمل المشهد اللذيذ ده، نصور المبنى ده، نحط جواه غساله، والغساله تطلع منها ايا كان. انا طلعت كور، انت عايز تطلع فلوس طلع فلوس، كل واحد والابداع بتاعه. ولكن الفكره في الكونسبت نفسه، انك مبنى تحط جواه حاجه وتبان واقعيه، دي اهم حاجه. وده مش كفايه، لان في حاجات كتير جدا منها ان انت اكيد سالت نفسك قبل كده، ازاي يا سيف اقدر اجيب فيديوهات اتمرن عليها؟ انا مش عايز افضل ماشي وراك وخلاص. انت اول ما بتخش معانا الكورس بتخش في كوميونتي، المجتمع ده هو اقوى حاجه في الكورس، والمجتمع ده بتلاقي جواه فيديوهات احنا موفرينها لك تقدر تتمرن عليها. دي احنا ده غير ان الناس اللي جوه المجتمع بيصوروا كمان وبيساعدوا بعض، فانت ممكن تطلع من المجتمع ده باكتر من 100 او 200 فيديو تقدر ان انت تشتغل عليه بنفسك، ودي حاجه مش هتلاقيها في اي حته تانية. والفيديوهات دي لوحدها انتوا عارفين ان هي بتكلف مبالغ كبيره جدا عشان حد يصورها لك، احنا بنوفرها لك على طول كبونص ان انت دخلت، فبتقدر ان انت تتمرن براحتك جوه. وهوريكم المجتمع شكله عامل ازاي دلوقتي كمان. ولكن قبل دي كمان انا عايز اتكلم في حاجه، اللي هي ان الكورس مش بيخلص هنا، هو في ليفلز تانية لسه هتنزل. وعايز اوريكم ان احنا في الكورس هنبدا نخش في حته تانية خالص بشكل تاني خالص، وخلينا اوريها لكم. اللي هو ان احنا بنبدا نتعلم كمان ازاي نعمل حاجات زي كده، ان احنا نصور بالليل، وان احنا نخلي الاضاءه تنور بتاعتنا الارض، وان احنا نعمل كمان مشهد زي اللي انتوا شايفينه ده، ان احنا نخلي السمك ده، نجيب السمك ده ازاي، وننزل الاسيتس الجاهزه دي ازاي ونشتغل بيها، وان احنا كمان نعمل اللي انت شايفه ده. والحاجات دي كلها انا بعلمك في الكورس ازاي. الفكره كلها بقى ان انت تعمل الاضاءه بتاعتك، ودي اكتر حاجه في الكورس خطيره فعلا فعلا فعلا، لان ده جزء في الكورس هيبقى موجود قدام. ان انت هتلاقيني هنا انا واقف بصور، تمام، هتلاقيني واقف بصور، وهتلاقيني بطلع الاضاءه. ده المكان الجراج، وانا واقف هنا اهو لو شفتني على الشمال، وهنا ده انا اهو برضو بطلع الاضاءه. كل دي حاجات هنبدا نتكلم فيها، وهكلمك في الطريقه الغاليه اللي انت تعمل بيها كده، والطريقه برضو الرخيصه لو انت مش حابب انت تدفع كتير. هتلاقيني هنا برضو عامل لك سكرين شوتس. كل دي حاجات موجوده في الليفل الاولاني بكلمك فيها. طيب عايز اتكلم بقى في حاجه دلوقتي، موضوع التسويف والسوشيال ميديا، وانا خلاص مش هطول عليكم اكتر من كده. موضوع التسويف والسوشيال ميديا ده مهم جدا، لان احنا بنحله بشكل كبير جدا في الكوميونتي بتاعنا.
موضوع التسويف، عايزك تبقى عارف ان احنا الحمد لله اول ما انت بتشترك في الكورس، انت بتخش في الكورس هنا تمام. هتلاقي ان انت المكان ده، طبعا دي الحته اللي هي بتاعت ال 20% اللي هي بيبقى اول ما بتخش بيبقى معاك لينك. اول ما تخش هتلاقي معاك لينك تقدر ان انت لو بعته لاي حد عشان يشترك في الكورس، انت لوحدك بتاخد 20% من سعر الكورس تمام. طيب هنا في حته السوشيال ميديا احنا بنعلمكم وبنخش معاكم لايفز ازاي ان انتوا تعملوا سوشيال ميديا. وهتلاقوا ان هنا ياسمين عملت ريل، ومسا عملت ريل، واحمد سالم عمل ريل، ودي تاسكات، واحمد سالم عمل ريل 4، ومروه ووليد ودعاء، كل دول ناس بداوا ان هم يعملوا الريلز وبداوا ان هم يحطوا رجلهم على طريق السوشيال ميديا، لان انا بخش معاك وبتكلم معاك في الجزئيه دي. وهتلاقيني جوه الكورس نفسه في كورس صغير اسمه سوشيال ميديا ريل كورس، صغير جدا عباره عن 10 دقايق بس، بكلمك ازاي تسجل الشاشه، ازاي تعمل كل الحاجات دي. وهتلاقي الكورس بتاعك الفي اف اكس طبعا موجود. وفي حاجه لذيذه جدا في الكورس، وهي ان انت لو فكرت ان انت تتفرج فجاه على الليفل ده ودوست عليه، مش هيفتح لك، هيقول لك لا لو سمحت لازم ترجع للليفل الاولاني، فما تسبقش الاحداث عشان الناس اللي بتقعد تجري في الكورس. طيب بالنسبه لحته التسويف اللي هو انت مكسل تشتغل، انا بعمل معاك حركه لذيذه جدا، ان كل ليفل مثلا انا بدي لك جايزه لو انت خلصت وعملت حاجه معينه. يعني الليفل 10 مثلا لو انت خلصت وعملت حاجه معينه وطبقت وعملت اللي انا قلت لك عليه، هدي لك $7. لو انت عملت ليفل 9 وطبقته هدي لك $3. لو انت عملت ليفل 8 هدي لك $2. فلك ان تتخيل ان انا عامل لك كورس الفكره كلها ان انت بتتعلم، وانا بقول لك ان عشان ما تسوفش اعمل التطبيق ده، يعني اتعلم واعمل اللي انا بقولك عليه، وفي الاخر هتكسب كمان فلوس غير الفلوس اللي انت ممكن تكسبها لو انت دخلت حد. والسوشيال ميديا طبعا اتكلمنا عليها. ف يعني الموضوع يعني انا جيت لك هنا اهو، الموضوع ما فيهوش ان انت تدخل او لا، انا عامل لك حاجه تضمن 100% ان انت هتنجح بكل الاشكال. تنجح كسوشيال ميديا ان شاء الله لو بذلت مجهود، تنجح كفيف اكس ان انت بتتعلم المهاره، تنجح كوين وين سيتويشن ان انت لو دخلت حد انت هتكسب فلوس اصلا عشان انت عملت لنا ريكومنديشن، وبتكسب كمان ان انت في فيديوهات تقدر ان انت تتمرن عليها براحتك. فالكورس خلاص هتلاقيه نزل تقريبا في خلال بكره او بعده، وهتلاقي اللينك موجود. طبعا لو انت بتتفرج على الفيديو ده فممكن يبقى فيه خصم 30%، فهتقدر ان انت تشترك على طول بالخصم اللي هو ال 30% ده، لان هو هيتشال على طول. وبس كده، انا هستناك جوه، هتلاقيني بعت لك رساله تاني بكره او بعده بقول لك اللينك اهو، خش الحق. وبس انا مستنيك.